السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد جبر. النهاردة يا جماعة جايين في درس لذيذ جدا. هو ازاي تفرمت معلش الدرس اللي فات كان ازاي تفرمت الملفات الخاصة بيك انت. طيب النهاردة بقى ازاي تشفر الملفات الخاصة بيك، ازاي تشفرها. حد خد باله من القصه دي؟ يقول لك انا هجيب لك مش عارف ايه، يحط لك باسورد على ايه والحاجات دي كلها. طب يا جماعه، طب ما تيجي نشوف ازاي مايكروسوفت عملت حاجه اسمها تشفير. يا جماعه في نوعين من التشفير عشان ما حدش يتلخبط. في النسخ الاصليه بس بتلاقوا حاجه اسمها بيت لوكر. بيت لوكر دي بتشفر البارتيشن بالكامل. احنا اللي هنتكلم عليه النهارده تشفير ملفات فقط. تعالوا كده نبص عليها تبقى ازاي. انتوا زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، مثلا بنعمل فولدر جديد. الفولدر الجديد ده مثلا احنا هنخلي الداتا، هنعمل مثلا ملف جواه اسمه داتا. حلو، اي داتا مش مشكلة خالص. وهنكتب جوه ملف الداتا ده، هنكتب اه اي حاجة. تمام، احنا كده سيفنا الملف بتاعنا، مفيش مشكلة خالص. كده الملف بتاعنا اهو. الفولدر نفسه اللي احنا يعني بنشرح عليه اهو بره اسمه نيو فولدر. طيب احنا عايزين نشفره، هناخد برضو الصورة دي نحطها جوه الفولدر. كده احنا عندنا كام حاجة؟ حاجتين، ملف هنا مكتوب فيه وملف هنا مش مكتوب فيه. طيب ازاي نشفر بقى الملف ده؟ بص يا حبيبي، هتدوس كليك يمين على الفايل نفسه اللي انت عايز تشفره، الفايل بعينه على اللي انت عايز تشفره. طيب هل انت ممكن تشفر فايل او تشفر فولدر؟ ينفع تشفر فايل او تشفر فولدر. تعالى كده بتشوفها بسرعة. انت بتدوس كليك يمين، بتدوس على بروبرتيز، جابت معاك البروبرتيز دي ملف نوت باد عادي جدا. بتدوس على ادفانسد وبنعمل انكريبت للداتا اللي موجودة في الفايل. لو دوسنا اوكي من هنا، بندوس اوكي كمان، بيقولك والله انت عايز تعمل انكريبت للفايل ده او للفولدر ده بكل الملفات اللي موجودة فيه، ولا عايز تعمله هو بس. دي هتختار كل الملفات اللي هتضاف تاني، ودي عشان تختاره هو بس. والله انا هختاره هو بس، وهندوس عليه اوكي. لاحظتوا حاجة؟ الفايل نفسه اصبح لونه بالاخضر. الرسالة دي هتطلع لك تلقائي لو انت بتستخدم ويندوز احدث من ويندوز 7 8 8.1 10 ايا كان النسخة اعلى من 7. هيطلع لك الرسالة اللي انتوا شايفينها تحت دي ظهرت قدامكم. لازم تعمل باك اب للانكريبشن كي. ليه بقى؟ لان لو في اي مستخدم تاني على الجهاز مش هيقدر يشوف الداتا اللي احنا شفرناها دلوقتي وظهرت باللون الاخضر. لو النسخة بتاعتك لا قدر الله حصل فيها اي مشكلة وسقطت، مش هتقدر تفتح الفايل ده تاني خلاص كده. هو ده السكيورتي اللي عاملاه مايكروسوفت، ان انت مش هتقدر تفتح الفايل مرة تانية الا لما تدوس على باك اب وتعمل انكريبشن كي. بتدوس عليه، بيبتدي ان هو يظهر قدامك زي ما انتم شايفين كده. بيقول لك والله انت عايز تعمل باك اب ناو، باك اب ليتر، نيفر باك اب. انا يعني ممكن ندوس باك اب ناو، مفيش مشكله خالص. الصفحه اللي ظاهره قدامكم دي هتعمل باك اب او ماستر كي للانكريبشن اللي احنا عملناه. بندوس نيكست. بيقول لك والله احنا هنعمل البيرسونال كي ده، المفروض ان هو هيكون 12 خانه، مفيش مشكله خالص. بيقول لك لازم تسيب باسورد. الباسورد هنا لازم يكون باسورد معقد، يعني هيكون في حرف كابيتال، حرف سمول، رمز، رقم. تمام، هنضيف الباسورد هنا، هنعيد كتابته مره ثانيه، هندوس نيكت. هيروح مطلع لك رساله كبيره كده في نص الشاشه ويقول لك فيها الانكريبشن كي الخاص بيك هو كذا. هتفتح اي ملف نوت باد من عندك وتضيفه فيه. طب الفايل ده تقدر توصل ليه؟ اقدر اوصل ليه طول ما انا مستخدم الجهاز ده اللي عملت انكريبت للفايل نفسه، اقدر اوصل له في اي وقت. طيب بالنسبة لأي مستخدم تاني على الجهاز، يعني مثلا أخويا الصغير وبيلعب على الجهاز وكده، هيشوف الفايل. هيشوف الفايل، بس أول ما يجي يفتح الفايل هيروح طلع له رسالة كده كبيرة في النص يقول له access denied please contact user كذا. يعني لو أنت مثلا اسمك أحمد، هيقول لك please contact أحمد. الملف ده متشفر، الملف ده مش متشفر. طب تعالوا كده نبص على الفولدر من بره. الفولدر اهو شكله عادي. تعالوا نشفر الفولدر بالكامل. كليك يمين، ادفانسد، انكريبت، اوكي. هو بندوس اوكي. الرساله اللي بتظهر لنا اللي انا قلت لكم عليها، انا عايز الفولدر والسب فولدر. ادي يا جماعه الفولدر بتاعنا ظهر زي ما انتم شايفين. لوجو
الصورة نفسها اتشفرت والداتا نفسها اتشفرت. هو طبعا انا لو عملت لوج اوف للجهاز بس عشان اوريكم من على يوزر تاني، طبعا الفيديو نفسه هيبوظ، بس اتاكد ان هو دي الطريقة الصحيحة لتشفير الملفات نفسها عن طريق اليوزر فقط. يعني اليوزر ده لو متغير او انت عملت يوزر تاني لاخوك مش هيقدر يفتح الملفات دي. حتى الصورة نفسها لو حب يفتحها الصورة هتظهر رسالة كده في النص هيقول له you don't have permission، انت ما عندكش اي صلاحية عشان تشوف الصورة دي. كونتاكت احمد عشان تقدر تشوف الصورة. وزي ما قلت لكم ازاي بنعمل ماستر كي عشان لو في اي مشكلة حصلت معانا في النسخة تقدر ترجع في اي وقت الداتا الخاصة بيك، مفيش مشكلة خالص. دي طريقة التشفير السريعة الخاصة بمايكروسوفت، ملهاش علاج. يعني البيانات بتاعتك دي او النسخة حصل فيها حاجة وانت معرفتش تفتحها مرة اخرى لاسترجاع ملفاتك دي او معكش الماستر كير راح منك، خلاص يا حبيبي كل سنة وانت طيب، راحت الملفات بتاعتك. ومعلش طولت عليكم، اتمنى لكم التوفيق. كان معكم محمد جبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.